لو ركزت معايا لحد اخر الفيديو هتقدر تبيع اي حاجة لاي حد، بس خد بالك ما تجيش تتفرج على اول كام ثانية وتقلب، لان كل ثانية هنا كنز. المهم خلينا نتفق ان التسويق في حد ذاته انك تقرا افكار عميلك. انا هقول لك ازاي تقرا افكار عميلك في منت. انا وانت وتيتا وعمو بالسنبلاوين عندنا اعتقادات مسبقة عن كل شيء في العالم اللي احنا عايشين فيه. المعتقدات دي بقى هي اللي بتشكل نظرتنا للحياة وبتتحكم في قراراتنا. كلنا عندنا 3 انواع من المعتقدات، بس زي ما قال راسل برانسون الخبير والمسوق العالمي. المعتقد الاول عن انفسنا، المعتقد الثاني عن المشكله، المعتقد الثالث عن الحلول. خلينا افصل لك الموضوع ده اكتر. بالنسبه للمعتقد الاول اللي هو حوالين نفسنا، فهي ببساطه الصوره الذهنيه اللي كل شخص فينا بيكونها عن نفسه. مثلا ان يكون قادر على التغيير او لا، يعني لو وزنه اكبر هو قادر على انه يخسر وزنه، ولو عنده مشروع هو فعلا قادر على انه يكبر المشروع ده. طب لو انا مسوق هعمل ايه علشان اقدر العب في المعتقد الاول ده؟ انا خليه يحس في البدايه انه قادر على التغيير ده ويستاهل الافضل. هديك مثال، لو لاحظت شركات العنايه بالبشره بتلعب على النقطه دي قوي، فهتلاقي اعلاناتهم دايما بتربط ما بينهم وما بين منتجاتهم والثقه والشعور بالجمال. طيب بالنسبه للمعتقد الثاني اللي هو حوالين المشاكل بتاعتنا، فانا عايز ابشرك بحاجه ممكن تصدمك سيكا. معظم الناس ما يعرفوش اصلا ان عندهم مشكله، او لو عندهم مشكله هم عارفينها فعلا، فهتلاقيهم بيقولوا لا يا عم الدنيا حلوه ودي مشكله بسيطه جدا. هديك مثال، الناس اللي عندهم صداع متكرر بيقولوا دايما ايه؟ يا عم ده انا هاخد حبه بنادول وهبقى كويس. طب لو انا مسوق لاي حاجه مرتبطه بعلاج او حل لمشكله معينه عند الناس، هتعمل ايه؟ اولا هتخلي الشخص اللي انت بتسوق له المنتج او الخدمه بتاعتك يعرف ان عنده مشكله اصلا، يحس بيها، وبعدين يعرف انه يقدر يحلها. والاهم من ده وده انه يعرف التاثير بتاع تجاهل حل المشكله دي ممكن يكلفه قد ايه. هديك مثال، لو بتتعامل مع شركات متخصصه في انظمه امان البيوت، هتلاقيهم دايما بيوروك ان سرقه البيوت او اختراق تليفونك او الكمبيوتر بتاعك وتسريب الفضايح دي للناس حاجه ممكن تحصل بسهوله وحصلت كتير. وده علشان ايه؟ علشان يحسسوك بالمشكله او الخطر. اما بقى المعتقد الثالث حوالين الحل نفسه، يعني ايه؟ الفكره في التسويق عموما لخدمه او سلعه معينه هي ان عميلك يؤمن ان الحل بتاعك فعال، وانه فعلا افضل من الخيارات التانية، وانه فعلا يستاهل التكلفه اللي بيدفعها ليك. لو خدت بالك من شركات البرمجيات او السيرفرات اللي بتعمل لك ويب سايت، لازم تلاقي فيها مقارنات مع المنافسين انهم هم الارخص الاسرع اللي عندهم خيارات اكتر. طيب انا فهمت المعتقدات والحمد لله، ازاي استخدمها بقى في التسويق للسلعه اللي ببيعها والخدمه اللي بقدمها؟ ديل كارنيجي مؤلف كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر على الناس بيقول ايه؟ When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic but creatures of emotions. يعني ببساطه لما تتعامل مع الناس افتكر دايما انك مش بتتعامل مع مخلوقات منطقيه، لكن مخلوقات بتحركها مشاعر. وصلت؟ في واحد اسمه جون ماكسويل وده خبير في التسويق والقياده، قال ان الناس بتتغير في 4 حالات: لما الالم يكون قوي فبيضطروهم يتغيروا، لما بيشوفوا نماذج ناجحه فده بيحفزهم، لما بيتعلموا معلومات كفايه فده بينورهم فبيقرروا التغيير، ولما بيكون عندهم فلوس للشراء فاكيد بيقدروا يشتروا. علشان تبيع لازم تغير قناعات العميل. الالم خليه يحس بالمشكله ويستوعب التاثير بتاعها عليه. المعرفه علمه ازاي يقدر يحل المشكله ويوصل للحل. 3 الدليل وريه نتائج حقيقيه تخليه يصدق الحل اللي بتقدمه ليه. 4 القدره سهل عليه عمليه الشراء بعروض وخصومات او تسعير مناسب. ولو محتاج اي استشاره اداريه او تسويقيه ممكن تحجزها من الرابط اللي هسيبه لك في اول تعليق. بس كده.